سنحتاج إلى إبرة رقم 2.5 ملم وخيوط متوسطة السمك. على بركة الله نشكل دائرة سحرية بهذه الطريقة. نغلقها بسلسلة ثم نرفع الخيط قليلا هكذا، لفة على الإبرة، ندخل إبرة في الدائرة ونسحب الخيط، نتركه على الإبرة للمرة الثانية، لفة وسحب الخيط، نتركه، لفة الثالثة نسحب الخيط ونتركه، اللفة الرابعة نسحب الخيط. والآن نخرج جميع اللفات دفعة واحدة ونغلق بسلسلة. شكلنا غرزة منتفخة. نعيد نفس العملية، لفة على الإبرة، نسحب الخيط ونتركه، اللفة الثانية نسحب الخيط ونتركه، اللفة الثالثة نسحب الخيط ونتركه، اللفة الرابعة نسحب الخيط، نخرج جميع اللفات دفعة واحدة، نغلق بسلسلة. شكلنا الغرزة الثانية ونتابع بنفس الطريقة إلى أن نشكل 12 غرزة منتفخة. الآن نتأكد من عدد هذه الغرز: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وقبل أن نغلق هذه الدائرة نسحب هذا الخيط لكي نصغر القطر، ثم نخفيه خلف الغرز ونثبته لكي لا تفتح هذه الدائرة. والآن نغلق بمنزلقة على الغرزة الأولى. سبق وشكلنا دائرة بنفس الطريقة. لدينا دائرتين سنجمعهما معا، الظهر على الظهر هكذا، ثم نسحب هذا الخيط نجمعه بالغرزة المقابلة في الدائرة الأخرى، ونجمع كل غرزة بالتي تقابلها بغرزة حشو. إذن جمعنا الدائرتين بغرز الحشو. الآن نغلق بمنزلقة. غرزة للتثبيت، نقص هذا الخيط ثم ننظفه وراء الأمام. إذن شكلنا قلب الزهرة أو وسط الزهرة. الآن في هذه الجوانب سنشكل البتلات.
ندخل الإبرة ونثبت الخيط. نستعمل أي لون نفضل. سلسلة 2 3. سنخفي هذا الخيط الزائد تحت الغرز. لف على الإبرة ونأتي إلى الغرزة التي تتبعها. ندخل الإبرة، نسحب الخيط ثم نتركه على الإبرة. لفة ثانية بنفس المكان، نسحب الخيط ونتركه. اللفة الثالثة، اللفة الرابعة، اللفة الخامسة، اللفة السادسة، اللفة السابعة، ثم اللفة الثامنة والأخيرة. نسحب الخيط ثم سنخرج هذه اللفات دفعة واحدة هكذا. نغلق بسلسلة. سلسلة 2 3، ثم نغلق هذه البتلة على الغرزة الموالية بمنزلق. أنهينا البتلة الأولى وهذا شكلها. نرتفع ب3 سلاسل، لفة على الإبرة وفي الغرزة الموالية نعيد نفس العملية. نشكل غرزة منتفخة ب8 لفات. إذن أنهينا البتلة الثانية، وسنستمر بنفس الطريقة إلى أن ننهي جميع هذه البتلات. نتأكد من العدد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بتلة. الآن سلسلة 2 3، ونغلق في أول مكان انطلقنا منه بغرزة منزلقة. الآن سنحيط هذه البتلات بسلاسل لكي نبرزها جيدا. سلسلة 2 3، وعلى رأس الغرزة المنتفخة أشكل غرزة حشو. 3 سلاسل بين البتلتين في هذا المكان، أشكل غرزة منزلقة. لاحظوا الشكل أصبحت بارزة أكثر. الآن نعيد نفس العملية. 3 سلاسل وعلى رأس الغرزة غرزة حشو. 3 سلاسل بين البتلات، غرزة منزلقة، ثم نعيد نفس العملية لجميع هذه البتلات.
وقبل أن نغلق هذا السطر سوف نثبت سلسلة المفاتيح على هذه الغرزة. ندخل الإبرة في الغرزة وفي السلسلة هكذا، ونجمعهما بغرزة حشو. إذن ثبتناها جيدا كما ترون، سلسلة 2 3، ونغلق بمنزلقة بين البتلة الأخيرة والأولى، ثم غرزة للتثبيت، وسنقص هذا الخيط وننظفه وراء العمل. وها هو الشكل النهائي لهذه الميدالية. نصنع منها الكثير بألوان مختلفة، ونستغلها كمشروع صغير من البيت للربح، أو نقدمها كهدية للأصدقاء والأحباب. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.